الله سبحانه وتعالى رحيم إلى درجة أنه قيل ما انتقام الله سبحانه وتعالى وغضبه وجبروته وبطشه وجهنمه إلا قطرة في بحر رحمته وعفوه وكرمه، حتى جاء في الخبر أن الأرض في كل يوم تتحدث مع الله سبحانه وتعالى فتقول له: يا ربي يا ربي ائذن لي أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. والسماء في كل يوم تقول: يا ربي ائذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. والبحار في كل يوم تقول: يا ربي ائذن لي أن أفجر فأغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. والجبال أيضا تقول: يا ربي ائذن لي أن أسير فأدفن ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. هنا يأتي الجواب من حضرة الرحمن الرحيم، من حضرة الغفور، من الله سبحانه وتعالى، فيقول: يا مخلوقاتي أأنتم خلقتموهم؟ فيقولون: لا. فيقول الله سبحانه وتعالى لهم: دعوني وخلقي، لو خلقتموهم لرحمتموهم. شوف ايش قد الله سبحانه وتعالى رحيم وياه، رحيم إلى درجة أنه إحنا في كل يوم نرتكب أشكال وأنواع المعاصي والموبقات والمحرمات، والله سبحانه وتعالى لا يزال يتنعم علينا بأنواع النعم. الله سبحانه وتعالى يتلطف بنا، وإحنا شو نسوي؟ نقابل هذا اللطف وهذا الإحسان وهذا الكرم بالمعاصي، بعصيان أوامره والتمرد على طاعة